الله تعالى لا يعطي العبد، لاحظوا، لا يعطي العبد عطاء مجانيا اطلاقا، وهذا قانون ماشي بين جميع الناس حتى المعصومين سلام الله عليهم، وانما يحصل الثواب على العمل، واما بدون عمل فلا يحتمل حصول الثواب اصلا. وفي الحكمه القدم الاول من العبد والثاني من الرب، وفي الحديث القدسي من تقدم اليه شبرا تقدمت اليه ذراعا، ويعني ذلك أنه لو لم يفعل العبد أي شيء ولم يبادر إلى أي طاعة لا يحتمل أن يكون مستحقا للثواب. إذا لاحظوا، فضيافة الله في الآخرة منوطة بالعمل، ومن هنا أمر الله تعالى عباده بذلك بالعمل على مختلف مستوياته وأنواعه. وشهر رمضان فيه الصوم، وشهر ذي الحجة فيه الحج، والأموال فيها ضرائب الزكاة والخمس، وهكذا.